بدلت النهارده الموبايل بالورقة والقلم لمدة يوم كامل بكل المهام، واتس وتيك توك وجي بي اس وكل حاجة. تخيلوا اليوم بقى عامل ازاي. انا كده بقى رجعت على اصلها. بصوا، انا قررت ابدل الموبايل النهارده بالورقه والقلم لمده يوم كامل. يعني الورقه والقلم هتعمل كل الوظائف اللي احنا مش بنقدر نستغنى عنها في الموبايلات. وده ليه بقى دوت؟ عشان انا خلاص زهقت من الموبايل، وهل اقدر استغنى بعديها عن الموبايل ولا هرجع له تاني؟ دلوقتي بقى نكلم صاحبنا بتاع الحصه، عشان ده اول حصه ليا في الدرس الجديد وعايزين نعرف المكان. فتعالى نشوف بقى يبقى هيرد علينا ازاي. طبعا دلوقتي هكلم صاحبي بتاع الدرس على الواتس. هو ليه حاطط صوره عامله كده ليه؟ طب يلا نكلمه. طبعا دلوقتي بعتله ويا رب يرد بقى. ما بيردش ليه؟ شكله كده عنده النت فاصل. دلوقتي يا جدعان كده صاحبي مردش عليا، فلازم افتح جوجل مابس بقى. ما بالراحه يا عم، امشي يمين يلا وبعدها على طول هتوصل الدرس في وش البحر. هو البحر اهو بس مفيش درس، يعني مفيش حيطه. مش عارف اروح فين، انط في البحر؟ مش عارف الصراحه، شكل كده مش عارف. انا تعالى نمشي كده زي ما بيقول، امشي يمين يلا. حاضر يا جدعان. ايه ده يا جدعان؟ مفيش اصلا يمين شمال بحر ويمين. هوريكم يمين دلوقتي. انا هخش يمين. يمين اهو. يا نهار ابيض، انا حاسس نفسي ان انا بلف في بابجي، اقسم بالله بالخريطه المعفنه اللي انا عاملها في نفسي دي. هو انا شكلي كده كتبت الاتجاهات غلط، فشكلنا نعيد من الاول يعني. اكتبها تاني. انا كده بقى رجعت على اصلها، رجعت على المبات من اصلها. هي دي كان اصلها كده. يعني زمان ما كانش فيه الموبايلات والكلام الفاضي ده، جي بي اس ايه والكلام فاضي ايه. قوم انت ترسم الخريطه وانت مروح رايح الحرب، بس رسمت الخريطه اتكل على الله بقى. يعني انا بعدي في غابات، مش طريق درس ده. بصراحه يا جماعه مفيش استغناء عن جوجل مابس ابدا ابدا ابدا. مفيش استغناء عن جوجل مابس ابدا. فعلا الموضوع لازم كان بيفيدني كتير، ياما تهت ياما انقذتني. الحمد لله طبعا وصلت الدرس خلاص. الحمد لله طبعا وصلت الدرس، فقشطه جامد جدا جدا. طبعا دلوقتي انا بعد الدرس، بس بصراحه النوتس لما تكتبها بعد الدرس، يعني النوتس في الورقه بتثبت اكتر من الموبايل، عشان الكلام بيبقى مكتوب بايدك. الدرس كان صعب قوي، قعدنا ساعتين في الدرس. في درس نقعد فيه ساعتين تقريبا، كل الدروس كده يعني. بس افترى اقسم بالله. ايه ده يا جدعان؟ نوتيفيكيشن. استنى نشوف مين اللي مكلمني على الواتس. الواد لسه ما ردش من الصبح. يوسف هات معاك عيش وربع كيلو عدس. دي اكيد امي. ماشي ما تخافيش، هنجيب معاها العدس والفينو ان شاء الله. وايه الفينو اللي بيتاكل بالعدس ده؟ ماشي الموضوع طلع شغال اهو، بيتبعت لي رسائل كمان. الحقوني. طبعا دلوقتي روحنا. ايه بقى الحاجه اللي ممكن نلعبها على الورقه والقلم؟ توقع. جدع، اعتقد توقعت صح. اكس او. يلا بينا. طبعا بما اني وحيد جدا هلعبها لوحدي. قول انت هحطها فين. ماشي هنا. انا الاو اهو. الاكس عايز تحطها فين؟ هنا يا ابن اللذينه. طب ما كنت ممكن تقفلها، ده انت غبي. انا الاو اهو. عايز تحط الاكس فين؟ هنا يا ابن اللذينه يا غبي. انا كسبت. اتجننت رسمي والله يا جدعان. دلوقتي انا بتفرج على التيك توك، ففتحت التيك توك اهوت في الورقه وقلم. فتعالوا اوريكم بقى، اوريكم. خمنوا بقى، ده طبعا لايك وده تعليق وده شير. انا عايزكم تدوسوا اللايك وسبسكرايب، ده في اليوتيوب مش في التيك توك. فالمهم عايزكم تخمنوا مين ده. الجيار يا جدعان، الجيار. في حد مش عارف الجيار؟ والله هو بيقول باين المخلل الواد ده البتنجان في حته تانية، صح؟ ايه هو الفيديو ده؟ قعد يقولها لمده دقيقه ونص، وانا قعدت دقيقه ونص اسمع البتنجان بيودي مش عارف ايه في حته تانية. بس يا جدعان كده بقى نقدر نخلص الفيديو على هنا. طبعا اوريكم الاول العته اللي انا عملته في الورقه. الجيار بيودي البتنجان في حته تانية، والجي بي اس والمابس وامشي يلا. وهنا النوتس. النهارده عندي عليهم صعب بس انا قدها. بص في دي الساعه. وفين تاني؟ وده الواتس واكس او. الواتس اهو صاحبي اللي ما ردش عليا لحد دلوقتي. والاكس او واللعب وكل حاجه.
طبعا النهارده كان يوم لذيذ جدا بصراحه، بس طبعا ما نستغناش عن الموبايل ابدا بالورقه والقلم، ما يتقارنوش اصلا. يمكن بس الحاجه الوحيده اللي كانت ممكن تبقى مقارنه شويه هي ان انا اكتب نوتس، ودي فعلا ايه بالورقه الصراحه بتثبت الدماغ اكتر وتبقى احلى اصلا. بس بصراحه انبسطت جدا وفيديو عجبني، فانت لو فيديو عجبك ياريت تعمل لايك واشتراك وسلام.